انهيار وجنون عمرو أديب على المباشر بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش، ويسخر من بيراميدز قبل مباراة الأهلي، ويفضح الجميع بسبب أحمد رفعت. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ محدش ينسى يعطر فمه بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ليرتفع الأهلي في رصيده إلى 57 نقطة، ليضيق الخناق على بيراميدز. وهذا الذي جن جنون الإعلامي عمرو أديب، الذي قال: يا جماعة الأهلي وصل للمباراة ال 12 على التوالي، عمال يفوز، ما عندوش حاجة غير الفوز. أنا اتجننت خلاص من حاجة اسمها الأهلي. هو بيراميدز برضه عمال يفوز، بس الأهلي لو فاز بكل ماتشاته هيعدي بيراميدز بنقطة واحدة. والكبيرة إن بيراميدز هيقابل الأهلي الماتش الجاي يوم الجمعة، يعني الأهلي لو حط على بيراميدز هيبقى فارق بأربع نقط لو كسب ماتشاته المؤجلة. وأنا متأكد وابصم بالعشرة إن الأهلي كده كده هيفوز على بيراميدز. احنا دارسين وحافظين الأهلي كويس، ما يظهرش إما لا إلا لما بيتحط تحت ضغط. وروحوا اسألوا طبعا الزمالك والترجي والوداد، شوفوا الأهلي عمل فيهم إيه. أهو بيراميدز ده عمال يفوز بقاله كتير قوي، لا بيتعادل ولا بيخسر، بس هيجي قدام الأهلي وهيبقى زي القطة. لازم يبقى قطة يا جماعة، ما يتحطوا قدام الأسد. وبقول له طبعا لمجلس إدارة الزمالك وكل أعضاء الزمالك اللي طالعين في التلفزيون اليومين دول عمالين يشجعوا في بيراميدز: شوف الخيبة بتاعتكم الأول وبعد كده روحوا شجعوا بيراميدز. مفيش فرقة جمهور الزمالك راح شجعها إلا لما لازم تخسر قدام الأهلي. واسألوا الترجي واسألوا الوداد. وهوفر عليكم الليلة ديت الأهلي هو اللي هياخد الدوري، ولو الأهلي ما خدش الدوري أنا هحلق لكم طبعا جوانب شعري اللي باقية. أصل انتم عارفين القرعة اللي فوق وقعت من كتر ما احنا اتغلبنا قدام الأهلي. عايزين بقى نتكلم جد شوية. اللي حصل بقى في موضوع أحمد رفعت ما ينفعش السكوت عليه. الواد راح فيها، لازم يحصل تحقيق. ووزارة الشباب والرياضة النهاردة سمعنا انها هيتفتح التحقيق رسمي، ولازم يتحقق مع المسؤولين في فيوتشر، من أحمد دياب لوليد دعبس لأحمد شوبير. كل اللي جات سيرته في الأزمة لازم يتم التحقيق معاه عشان ينام وهو مرتاح في قبره. وما يجيش واحد زي مجدي عبد الغني، امبارح سمعته بصراحة استفزني قوي وهو بيقول أحمد رفعت كان حساس حبتين وبياخد كل حاجة بقى على أعصابه ومات بسبب كده. يا أخي اختشي على دمك يا مجدي عبد الغني. أحمد رفعت مات ولازم نجيب له حقه. مات بالظلم والحسرة، مات بالألم، مات بعد ما قام من الموت، شاف الظلم بعينه وتعذب كتير. ده يمكن ربنا رحمه من اللي كان بيشوفه، والله أعلم.